السلام عليكم. أهلا يا أصدقائي، أهلا يا صديقاتي. النهاردة هنتكلم في موضوع بسيط، لكن إحساسه بيبقى عميق جوانا، وهو إن إحنا أحيانا بنقلد شخصيات إحنا معجبين بيها أو بنحبها، وشخصية جميلة ومشهورة، بس في الحقيقة هي مش أنا، وأنا مش هي. فأنا بقلدها لأن حابب حاجة فيها، لكن ما افضلش اقلدها لما في يوم من الايام هبقى شيء مسخ، ولا انا قدرت اكون الشخصية اللي بقلدها، وفي نفس الوقت تهت عن شخصيتي الحقيقية. فبرجع الوم نفسي، ابص في المراية، انا لابسة لبس مش لايق عليا، بس عشان انا بقلد فلانة. انا عاملة التسريحة الفلانية اصل فلانة بتعملها، هي مش لايقة عليا. شوية بشوية كل اللي حواليا ما بيبقاش عارف انا مين الشخصية دي. انت شبه فلان، انت زي فلان، لكن في الحقيقة انت لو شفت فلان اللي انت بتقلده، الرحلة اللي مر بيها والجسور اللي عبرها والمشاكل والتحديات اللي قابلته في رحلة حياته عشان يوصل ويبقى على القمة، وانت تشوفه كمثل وقدوة وتقلده، تعب قوي في رحلة حياته، تعب وقاس على بال ما وصل. وعندنا أمثلة كتير لناس بدأت من الصفر لغاية ما وصلت للقمة. هل أنا ما أقدرش أعمل كده؟ واي نوت؟ ليه لا؟ ليه ما أقدرش إن أنا أكون ناجح؟ إيه المشكلة عندي؟ ليه ما أقدرش أكون في القمة، وبدل ما بقلد أتقلد، وبدل ما أكون شخصية كوبي أكون أنا الأصل؟ عمر النجاح ما بيدوم دايما على الشخصيات الكوبي. وهتلاقي كده في حاجات كتير، لو واحد بيغني أغنية عفوا لمطرب كان بيغنيها زمان، هتلاقيه لو بيغنيها بنفس الماتيريال بنفس الشكل، هتبص تلاقيه مسخ ملوش طعم، هتلاقي نفسك بترجع للأصل. ليه؟ لأن هو ده اللي فيه الإحساس الحقيقي. لكن لو ده أضاف للعمل ده شيء جديد، نبض جديد، إحساس جديد، أكيد هتسمعه بروح جديدة. وهنا يبقى عمل ليه شخصية، عمل ليه روح، أضاف لمسته الخاصة للموضوع. لكن إن أنا أقلد فلان وعلان وده وده، لا. طب ما أقلدهم في رحلة النجاح، أتعب على موهبتي. مفيش حد ربنا سبحانه وتعالى ما خلقهوش عنده موهبة، لكن في ناس أصرت إنها تتعب عشان تلمع موهبتها دي وتظهرها للناس. وفي ناس ريحت وفضلت ان هي تكون كوبي مش اصل. الناس اللي صنعت التاريخ واسمهم بيبقى علم وبينور دلوقتي في العالم، ما حاولوش يقلدوا حد، بالعكس هم خدوا شخصيات بعينها مثل وقدوة، وحاولوا ان هم يقلدوهم في تعبهم، في رحلتهم، في كفاحهم عشان يوصلوا للنجاح. النجاح مش بيكون حكر على أشخاص معينة، كلنا نقدر نكون ناجحين في مجالنا، بس أنا أعرف أنا موهوب في إيه، أنا حلو في إيه. إنما بقلد وخلاص من غير ما، يمكن أنت عندك موهبة أجمل وعندك قدرات أكتر من الشخص اللي أنت بتقلده، بس أنت حطيت نفسك في صندوق وقولبت نفسك وحطيت نفسك في قالب، ولا هو لايق عليك ولا هو شكلك. حاول تكون أنت، بمعنى ما تحاولش تبقى حد تاني غير نفسك. ودايما خليك واثق في نفسك، خليك واثق ان انت تقدر، لانك انت بالفعل بتكافح. اول سلم الكفاح ان انت شفت الشخصية دي وحاولت تقلدها. شوية بشوية هتكتشف مواهبك الحقيقية، شوية بشوية هتبتدي تشتغل عليها، شوية بشوية هتلاقي نفسك على أول سلم في طريقك للنجاح. ما تسمعش كلام أي حد يحبطك، أي كلام يقلل منك، أي حد يسفه منك، يتنمر عليك، ما تديلوش تركيزك. لكن لو حد نقدك نقد بناء، نقد بيبني، اشتغل عليه، شوف هو هل فعلا اللي قاله صح. ما تزعلش لما حد ينتقدك، بالعكس اشتغل على العيب اللي فيك ونمي ايه الموهبة، وحاول ان انت تصلح بعض الغلطات اللي موجودة في موهبتك، لغاية ما بالفعل هتقدر تحط رجلك على الطريق. يا صديقي ويا صديقتي، المواهب ديت مش حكر على حد، كلنا موهوبين. انا موهوبة في شيء،
فبحاول اطور الموهبة دي وانميها بالعلم بالثقافة. هتقولي انا عندي موهبة بس انا مش عارف اشتغل عليها. لا، دلوقتي كل الوسائل المتاحة لينا في المجتمع بتساعدنا ان احنا نقدر نكتشف ذاتنا. عايز ألعب رياضة أو موهوب في رياضة معينة، أشوف النجوم اللي أنا بحبهم والناس اللي نجحت في المجال ده عملت إيه عشان توصل، اشتغلت على أهدافها إزاي، تعبت قد إيه عشان توصل. أنا موهوب بس أهلي بيحبطوني ومش عايزيني أشتغل على الموهبة. لا صدقني، لو اشتغلت عليها ولقوه فعلا ان انت شغال عليها بجد واهتميت بيها، وبرضه اهتميت في بناء مستقبلك الدراسي ومستقبلك العلمي ومستقبلك المادي، هتلاقيهم كلهم بيشجعوك وبيأيدوك، لان هو مش عايزين حاجة تلهيك عن حاجة. في حاجة اسمها الأهم فالمهم. الأهم ان انت تبني صرح في العلم وفي الثقافة وفي الدراسة إلى جانب الموهبة. اما انت لو كسلان بقى وعايز كل حاجة بالسهل، لا، مفيش حد وصل للنجاح بالسهل. انا كنت بحب مثلا ناس مشهورين من صغري كنت احبهم في الفن، لكن ما حاولتش ان انا اقلدهم واتقمص شخصيتهم واعيش بيها. كنت احيانا اقلدهم في كلامهم، في ادائهم، مش عارفة ايه، في مواقف لما تكون في لمة عائلية، لمة اصحاب، جمع حلو، بيبقى فيه نوع من الضحك الهزار. لكن ما عشتش الشخصيات ديت وتقمصت فيها لغاية ما الشخصيات دي بقت جزء مني. هضرب لكم مثل. كان ليا زميلة في المدرسة كانت بتحب الأغاني الهندي، فكانت عايشة الدور قوي قوي قوي. كانت تيجي تغني بالهندي، طبعا الطريقة اللي بتغني بيها مش زي الهنود، لكن كانت متقمصة الشخصية، تلبس زيهم، تحاول تعمل حركاتهم. فكان الاقي زمايلي بيبصوا لها وبيضحكوا وبيتريقوا عليها، ويقعدوا كده على جنب يقول لك تعالى يلا هنخلي كانت اسمها مها، ربنا يصبحها بالخير او يمسيها بالخير، تعالوا نتسلى شوية على مها. فطبعا انا كنت بزعل وبتضايق وببقى عايزه اروح اقول لها، بس في الاخر هيقولوا هي دي اللي وقعت بينا. فشويه بشويه ابتديت احاول ان انا افهمها، انت صوتك حلو، طب ليه ما تغنيش اغاني عربي؟ احنا نفهمها ونحسها وتبقى لايقه عليكي. طبعا هي في الاول ما خدتش كلامي باهتمام. شويه شويه اتنقلت نقلة غريبة جدا. انا نفسي صدمت. يعني عارف يعني ايه صدمت؟ لقيتها مش بتغني، لا، دي نزلت في الإذاعة المدرسية وقالت قرآن. قسما بالله قسما بالله أجمل بنت سمعتها بتتلو القرآن كانت هي. كلنا وقفنا سقفنا لها، واللي كانوا بيتنمروا عليها وبيتريقوا عليها وقفوا مفتحين عينيهم كده ومش مصدقين ايه ده، دي مها. ليه؟ لانها اكتشفت موهبتها الحقيقية، ان صوتها حلو، وجربت ان هي تشوف ردود فعل اللي كانوا بيضايقوها في انها تلت القرآن. والله بقت من ساعة اما دخلنا المدرسة لغاية ما خلصنا بقت هي دايما اللي بتقرأ القرآن الصبح في المدرسة، في الوقفة الصباحية بتاعة المدرسة. فكلنا احترمناها، حتى لما يبقى في حفلة يبقى في حاجة يقولوا هاتوا مها بتقرأ القرآن حلو. فكان احساس جميل قوي. ابتدت شخصيتها تتبلور، تنازلت بقى عن شخصية ان هي تبقى لابسة هندي وتغني هندي ومش عارفة ايه. فاتجرأت ساعتها وقلت لها مها، قالت لي انت بجد ساعدتيني. انا كنت متضايقه ان انا غنايه مش بيعجبك. قلت لها لا، انا كنت شايفه ان صوتك حلو، بس كان في زمايل بيقعدوا يتريقوا عليكي وبيخلوكي تقومي تغني عشان يقعدوا يضحكوا عليكي، وهم بينهم وبين بعض بيتريقوا وبيسقفوا لك، فكانوا بيشجعوكي على الغلط. لكن انا كنت فعلا حاسه ان صوتك جميل وصوتك حلو،
خسارة ان انت ما تهتميش بالموهبة دي، وبعدين انت ما بتعرفيش تمسكي اللغة الهندية وتقوليها بنفس الطريقة. انت بتحبي المطرب ده اللي بيغني الأغنية، والمطربة اللي بتقول الأغنية، لكن لا النبض ولا الإحساس ولا اللغة مساعداكي. قالت لي عندك حق. ومن ساعتها ابتدت تشتغل على الموهبة. كانت ساعات بتغني في الحفلات برضو، مش بتقول مش بتقرأ القرآن بس، كان كمان ساعات أحيانا بنستعين بيها لما يكون في حفلات موسيقية. فالشاهد من الموضوع ان انت ما تحاولش تبقى حد تاني غير نفسك. اشتغل على موهبتك، اشتغل على النعمة اللي ربنا اداها لك. شايفين شخصية في الرياضة زي مو صلاح، ما وصلش بالساهل. مو صلاح اتمرمط بمعنى الكلمة واتبهدل عشان يبقى في يوم من الأيام مو صلاح. تريزيجيه، بلاي، كل الشخصيات، رونالدو، ميسي، كل الشخصيات اللي انتوا بتسمعوا عنها بقوا نجوم. الناس دي تعبت جدا عشان تبقى في يوم من الأيام حاجة. أهم حاجة تكون واثق في نفسك وعارف إن أنت موهوب، وتقدر في يوم من الأيام تبقى شخص ناجح. حتى لو أنت شاب صغير بتغني مهرجانات، هتلاقي نفسك في كلمات معينة بعيد عن الكلمات البذيئة. لو انت قلت كلمات حلوة، الكلمات دي هتعيش بطريقة جميلة، بإحساس حلو، بدون الكلام اللي فيه ردح وفيه إهانة وفيه نزول بالمستوى الأخلاقي والقيمي. صدقني والله هتقول في يوم من الأيام أنا فعلا جزاك الله خيرا ان انت فعلا قدرتي تفتحي عينيا على موهبة كانت موجودة، بس انا اللي ما كنتش شايفها، لاني كنت مركز ان انا اقلد فلان واقلد علان واقلد ده واقلد ده، وانا فعلا عندي النعمة دي. اتمنى يا اصدقائي اللي عنده نعمة يشتغل عليها، حاسس ان هو موهوب في حاجة، يشتغل على الموهبة وربنا هيجعل تعبه بفايدة. احنا كنا في 5 دردشة وشوية فضفضة مع صديقتكم ليلى صديقة النور. أتمنى أن حياتكم وطريقكم يبقى دايما نور، وأشوفكم دايما في جلسات كلها حب وكلها تفاهم، كلام بسيط لكن الموضوع بيبقى عميق. أشوفكم إن شاء الله في جلسات جاية وحلقات جاية ومواضيع جاية، ندردش مع بعض مع كوباية الشاي الجميلة اللي احنا بنعملها. واتمنى تكتبوا لي في التعليقات انت قلدت مين، وهل نجحت ان انت بالفعل تقلد الشخصية ديت ولا فشلت. سلام يا حبايبي، اشوفكم على خير. باي باي.